السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد باش نتلاقى معكم مرة أخرى باش نكملوا الرحلة ديالنا مع سيد العالمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحلقة اللي فاتت تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده 35 سنة، وإلا لاحظتوا من 25 سنة حتى ل 40 سنة الذي نزل عليها الوحي، فالله سبحانه وتعالى لسبب ما فحجب علينا أحداث ديال الحياة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك كاين واحد 3 الأحداث كنشوف بأن لازم نهضروا عليهم. الحدث الأول هو الكعبة تشققات كاملة وكانت مهددة باش تريب، وهما يقرروا باش يعاودوا البناء ديالها. وفي ذاك الوقت كانت واحد السفينة غرقت والبحر لاح الخشب ديالها للشاطئ ديال جدة وجا باش يتباع في مكة، فهو الخشب جا وكان واحد العبد كيتقن البناء، فهما قالوا ها هو الخشب عندنا وهذا السيد اللي كيتقن البناء كاين، نعاودوا نبني. خافوا يقربوا ليها وقال لك الا قربنا ليها يوقع لنا ما وقع الأبرهة أصحاب الفيل والطير الأبابيل. هنا الوليد بن المغيرة اللي هو بات خالد بن الوليد تقدم وحيد واحد الحجرة من الكعبة وتسناو 24 ساعة. علاش تسناو؟ قالوا تنزل بهم العذاب ديال الله سبحانه وتعالى. حتى حاجة ما وقعت لهم، جاب لغد ليه ولادو وبداو كيبنيوها على الطريقة ديال دابا، إلا أنهم اتفقوا بيناتهم ما يديروش فيها فلس واحد حرام، يجمعوا الفلوس إلا فلوس حلال، ومع كان الحرام هو اللي سائد فما تجمعتش لهم الفلوس كاملة. لذلك إلا شفتوا الكعبة ما مبنياش على الأسس ديال أبونا إبراهيم، الطرف جانبي كيتسمى حجر إسماعيل ما مبنيش. ملي كملوا البني بقى خاصهم يوضعوا الحجر الأسود في بلاصتو. هنا ناط الفتنة بيناتهم، لأن قلت لكم العرب مشدين القبلية، كل واحد كيدافع على القبيلة ديالو. حنا اللي نحطوه، لا حنا اللي نحطوه، لا حنا اللي نحطوه. اش غادي يديروا؟ نتوما عارفين العرب مشاو هزوا السيوف غيتقاتلوا بيناتهم. كيدخل واحد المعمر منهم، هما كانوا كيحترموا الناس الكبار، وقال لهم نتوما باغيين تبنيو بيت الله وباغي تبنيوه بالقتل. فقالوا ليه اش خصنا نديروا؟ قال لهم اول واحد يدخل علينا نحكموه بيناتنا. شكون اللي داخل؟ محمد رسول الله. شافوه الصادق الامين، الصادق الامين، رضينا كل شيء رضى، لأنه الصادق الأمين معروف ومحبوب عند الجميع. قال لهم تجيبوا توب، وكل رئيس قبيلة هذه يهز توب من جهة وغادي نحطوا الحجر الأسود وتجيبوه حتى لعندي وأنا الذي نديروه في بلاصتو. دابا هذاك الحجر الأسود اللي قاسو راه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حطو بيديه. الحدث الثاني غنهضروا على زيد بن حارثة. ذاك الوقت كانت تجارة العبيد، وجابوا هذا زيد بن حارثة لأمنا خديجة وهي هداته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عتقه وتبناه. ديك الساعة باقي تبني ماشي حرام، وتسمى زيد بن محمد وعاش عند الرسول صلى الله عليه وسلم. باه كان كيقلب عليه ما خلى عليه حتى قنت، قالوا ليه راه كاين في مكة، لقاه يا محمد هذا ولدي أنا كنقلب عليه. شوفوا الفطنة ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بأن ملي بدينا غادي نبقاو نتعلموا منه الدروس والحكام. قال لي ها هو ولدك. قال لي شكون هذا؟ قال لي با. شكون اللي معاه؟ قال لي عمي. قال لي نخيروه، بغا يمشي معاك مرحبا، بغا يبقى معايا مرحبا. زيد بن حارثة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يبان لكم المعاملة ويبان لكم كيفاش كان عايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث الثاني ديال علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ولد عم النبي، وانتم عرفتوا بأن ملي مات الجد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب رباه أبو طالب عمه، وكانت المجاعة ذاك الوقت في مكة، وأبو طالب كانوا عنده الدراري بزاف ومنهم علي. تجمعوا العائلة وكل واحد خدا ولد، وعلي بن أبي طالب جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم باش يعيش معاه. لأن الحدث عظيم، هذا حدث الرسالة، فالله سبحانه وتعالى بدا كيوجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا حبب له الخلاء
فالرسول صلى الله عليه وسلم ولا كيطلع لغار حراء، كيدي ماكلته شرابه وكيطلع يتعبد في غار حراء. غار حراء الطريق ليه صعبه جدا وتتوصلوا وصعيب باش تدخل، وملي كتدخل كتشوف الكعبه والسماء النجوم. دونك كانوا كاع الظروف مواتيه باش الرسول يتعبد. ثانيا الرؤيه الصالحه، كان اي حاجه شافها كيفيق كتوقع 100% بحال اللي شافها. كان كيسمع اصوات وكان كيسمع السلام عليك يا رسول الله منين؟ من الحجر ومن الشجر. وتا من بعد الرساله قال في واحد الحديث انا كنعرف واحد الحجر كان كيسلم عليا. في هذا الوقت وقع واحد الحدث، كانوا الشياطين كيسمعوا الحديث في السماء وهما اللي كانوا كيوصلوا الخبار للرهبان. في هذا الوقت كينقطع عليهم هذا السبيل. اش كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سورة الجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ففي هذا الوقت ممنوع الشياطين يسمعوا اش كيوقع في السماء. ملي كتشوفوا شي شهاب نازل هذاك باش يحرق شي واحد بغى يتصنت. كان رمضان وبالضبط نهار من العشر الاواخر وهو كيتعبد، فجأة ما عرفش باش تدها تيقول ليه اقرا، تيقول لي شنو نقرا انا ما قاريش، وكيضموا لعنده حتى كيبغي النفس تقطع منه وكيعاود يطلقوا اقرا انا راه ما قاري، كيعاود يضموا حتى الضلوع ديالو كيبغيو يتخالفوا عليه. الثالثه قال لي اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هادو 5 الآيات من سورة العلاق، وهما أول آيات نزلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهو في قمة الخلعة وما عارفش اش واقع، هابط كيجري باش يلقى الحضن اللي كيرتاح فيه، حضن أمنا خديجة رضي الله عنها. هو في طريقه كيجري كيسمع يا محمد، كيهز راسو للسما، وداك الساعة أول مرة غادي يشوف جبريل في الواقع ديالو، شد السما كاملة وتيقول ليه أنا جبريل وأنت رسول الله. بقوة هذا المنظر أغمي عليه، ومن بعد كمل طريقه دخل عند لاله خديجة، زملوني زعما غطيوني. غطاوه. اش واقع؟ قال لها خشيت على نفسي. باش جاوباته المرأة العاقلة، المرأة اللي يعول عليها الرجل، قالت لي والله ما يخزيك الله، كتصل الرحيم، كتعاون الفقير، كتفرجها على المهموم، حاشا واش الله يخيبك. يا الله معايا عند ولد عمي ورقة بن نوفل كان على النصرانية وكان أعمى وكان أهل الكتاب، عنده معلومات كثيرة، فجلس وبدأ كيعاود ليه. وورقة بن نوفل كيسمع حتى كمل. قال ليه إنه الناموس اللي نزل على موسى عليه السلام، ويا ريت باقي صغير وصحيح نحامي عليك ملي الاهل ديالك غادي يخرجوك من المدينه وغادي يجريو عليك من المدينه ديالك. قال لي واش يديروها؟ قال لي نعم، اي واحد كيجي بهادشي اللي جبتي الا وكيتاذى. من بعد هذا الحدث اول من امن محمد عليه الصلاه والسلام خديجه رضي الله عنها. فالمراه هي اول من امن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بعد ما كانت المراه كتدفن حيه وكتمشي مع الورث، هي اول واحد اللي امن برسول الله صلى الله عليه وسلم. امنوا بناته ب4، امن علي بن ابي طالب وعنده 10 سنين، امن زيد بن حارثه اللي كان ديك الساعه كيتسمى زيد بن محمد، وامن عبد الله بن عثمان. شكون هو عبد الله بن عثمان؟ هو ابو بكر الصديق. من بعد غادي نعرفوا الكنيات ديالو. ابو بكر الصديق كان انسان مثقف وعنده علم التاريخ وكيعرف القبائل مزيان، هاد القبيله وشاطر في التجاره، معلم في التجاره. اش دار ابو بكر الصديق؟ فهو مشى وجاب معاه 5 مسلمين من اكبر السميات اللي كاينين في التاريخ الاسلامي، وهاد ال5 من ال10 المبشرين بالجنه. شنو جاب معاه ابو بكر الصديق؟ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام. هاد ال5 سلموا على يد أبو بكر الصديق. هنا نحبسوا الحلقة ديالنا. الآن محمد رسول الله نزلت عليه الرسالة.
وامنوا به هاد الناس اللي قلت لكم. الحلقه الجايه تطورات جداد، تشويق، خليكم معنا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. تبارك الله عليكم.